السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ قلت في نهاية الحلقة اللي فاتت ان شاء الله المرة الجاية هتكلم عن تقنيات نفسية لتقوية الإرادة. ايه بقى التقنيات دي؟ التقنية الأولى كتابة النتائج السيئة. في قاعدة بتحكم سلوك الإنسان بشكل عام. ايه القاعدة دي؟ أي حاجة احنا بنعملها بيكون ورا حاجة من اتنين، يا نمشي حاجة فيها لذة، يا نمشي بنهرب من ألم. فأنت بكل بساطة كده عايز تتحكم في نفسك وانت بتشربش سجاير، ان انت ما تاكلش كتير. اكتب الاضرار اللي هتحصل لك في حالة اللي انت استمريت على شرب السجاير. مثلا هيجيني سرطان، اكتب كده السجاير هتجيب لي سرطان، انا هيجيلي سرطان بسبب شرب السجاير اللي كل شويه بشربها. بكل بساطه كده خايف من بكل بساطه كده هبقى تخين اما اكل كتير، انا هبقى تخين اما اكل كتير، الاكل كتير ده يخليني ابقى تخين. اكتبها. لما تكتب كل شويه الحاجات الوحشه اللي هتحصل لك لو انت استمريت على شرب السجاير او اكلت كتير، هتلاقي نفسك بكل بساطة كده بيتولد عندك مشاعر سلبية، بيتولد عندك زعل، قرف، خوف، ضيق. بكل بساطة كده اما اجي الاقي نفسي بشرب سيجارة تاني، ممكن اشرب سيجارة تاني، بس بدأ السيجارة دي انا اصلا بشربها ليه؟ عشان احس بالسعادة. معظم الناس اللي بتشرب سجاير متبرمجة بتشرب سجاير ما تكون زهقانة مثلا عشان تفك عن نفسها شوية. طب انا باجي اشرب سجاير وانا اصلا كتبت كتير قوي ان انا هيجيلي سرطان بسبب السجاير. ايه اللي هيحصل لي؟ هشربها انا متضايق وزعلان، ومره في مره هلاقي نفسي ان معدل شرب السجاير قل، مش هقول هينعدم تماما بس هيقل. بدل ما بشرب علبه في الاسبوع ممكن اشرب تلات ارباع علبه في الاسبوع، ولو كررت اكتر نص علبه، بعد كده ربع علبه. لاني مدرك ان في مصيبه هتحصل لي بسبب السجاير. طيب، الطريقه الاولى ان انا اكتب النتائج السيئه. كل شويه اكتب الحاجات الوحشه اللي هتحصل لي، وريت اكتبها بطريقه انا هيجيني. مش هكتب السجاير بتسبب السرطان، لا، انا اخلي الضرر متوجه ناحيتي، انا احس بيه. انا هيجيلي سرطان، انا هيجيلي سكر عشان باكل كتير، انا هتخن جامد عشان باكل كتير. اما احس دايما ان الضرر موجه ليا، ساعتها بتزيد ارادتي اللي انا اللي انا بطل. كان رفعت اسماعيل بيقول جمله عجبتني قوي في مراد الطبيعه، كان بيقول: كنت بؤمن بالقاعدة اللي بتقول يحدث للآخرين فقط. في الآخر بقى بيقول يحدث لرفعت إسماعيل فقط. أنت بتحط دايما في دماغك إن الضرر هيصيبك، تلاقي نفسك أنت لوحدك بتبطل. الطريقة الأولى إن أكتب الأضرار كل شوية. الطريقة التانية اللي أنا أكتب الأضرار وأعلقها جنب السرير بتاعي، دي برمجة لغوية عصبية. بصحى من النوم أقراها، قبل ما انام اقراها، هلاقي شويه في شويه الحاجات دي بتبقى متخزنه فيا فعلا، ولاقي نفسي بيتولد عنده النفور اللي بيخليه بعد كده انا لوحدي ببطل. غير كده برضو ان ان احاول اسمعها قبل ما اول ما انام، قبل ما انام على طول، اول ما اصحى اسجلها على موبايل واسمع كل شويه العبارات دي. ويا ريت وانا نايم كمان. المخ البشري ما توقفش ساعه النوم، في شبكات عصبيه بتقف وشبكات عصبيه بتشتغل، والشبكات العصبيه بتشتغل دي شبكات العقل الباطن اللي بتخزن فيك المعلومات. بسمع كتير، بكتب كتير، بلاقي ارادتي بتقوى ان ابطل. غير كده برضو التخيل للنتائج السيئه. انا اتكلمت المره اللي فاتت على التخيل، بس ان انا اتخيل حاجه بعملها وبتحفز. لا، المره دي بقى تخيل ان انا جالي السرطان، اغمض عينيا كده ربع ساعه، تخيل ان انا جالي السرطان، تخيل ان انا مش طالع على السلم ربع ساعه كده ومش قادر اخد نفسي عشان السجاير كتير اللي بشربها. هلاقي نفسي اللي انا التخيل الحاجه السيئه دي اول ما المنبه يرن بفوق كده كاني فعلا مريت بالموقف الصعب ده، بيديني حافز اكتر، اراده اكتر اللي انا اوقف. يبقى كتبت النتائج السيئه وتخيلها، وان اسمعها قبل ما انام، واسمعها اول ما اصحى، وان اسمعها حتى وانا نايم، واكتب النتائج السيئه عليا انا هيجيني كذا. مش اكتب السجاير بتسبب الوفاه وتسبب التعاقم والجنس والكلام، لا، انا هيجيني كذا. هلاقي نفسي عندي اراده اكبر لان انا اوقف. دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه توقع الالم.
احنا قلنا الإرادة كلها بتتمحور حوالين كلمة الألم، إن هي قوة الإرادة هي قدرة على تحمل الألم، وإن في نفس الوقت ما يخلينيش اللي أنا إيه أبطل حاجة غير الألم، زي ما قلت في المرة الأولانية إن حاسس إن في ألم هيحصل لي. طيب في حاجة أنا عايز ألفت انتباهكم ليها، لو أنا عايز أقلل إحساسي بالألم وأتحمله لازم أكون متوقع الألم ده. يعني إيه؟ يعني بكل بساطة أضرب مثال بسيط جدا. لو أنا واحد صاحبي هيشكني بدبوس قدامي هنا، أقل تأثير ولا إنه نفس الواحد يجي من غير ما آخد بالي يروح شاككني بالدبوس؟ اللي أقل تأثير طبعا اللي أنا واخد بالي منها. ليه؟ طالما أنت متوقع الألم، أصلا الجسم بيدخل في حالة تهيؤ للألم، بيفرز مواد كده بتخليك تتحمل الألم، اندروفينات والحاجات دي، أو بيكون سرعة وصول الاندروفين زي ما قلت المرة اللي فاتت بتكون سريعة جدا، فمقدار الألم بتحس بيه أقل. إنما لو أخدت الضربة فجأة بالألم قوي. هي دي الفكرة، نفس الضربة لكن مفاجأة، بشكل مفاجئ ليها تأثير متوقع ليه تأثير تاني، تأثير أخف. فأنت لما بتعمل أي حاجة فيها ألم ليك وأنت متوقع إن أنت هتتألم بتستحمل أكتر. إنما لو أنت متفاجئ بالألم ممكن ترجع، ما تقدرش تكمل. النقطة اللي بعديها الغضب. كان بروسلي مرة في قصة قريتها في سيسا بوست، هو واحد تلميذ ليه كانوا بيجروا كل يوم 3 أميال عشان اللياقة البدنية. فالمهم لما وصلوا خلاص على 3 أميال قال للتلميذ بتاعه يلا نجري ميلين تانيين. فراح التلميذ قال له ايه؟ قال له انا لو كملت تاني مش هقدر، هقع هنموت. راح قال له يلا وراح جري. فالتلميذ غضب جدا من كلام بروسلي، فراح عمل ايه التلميذ بروسلي؟ غضب جامد وراح لقى نفسه بيكمل الميلين من غير ما ياخد باله. الغضب ساعتها، الغضب بيديك طاقة، طاقة ان انت تتحمل الألم. في فيلم بتاع فان اسمه كيك بوكسنج، لما كان كل شوية قاعد يضرب في النخلة برجله، المدرب بتاعه بيقول له ايه؟ بيقول له انت ضربتك ضعيفة. قال له انت عايز نجرح رجلي؟ فراح الراجل المدرب فان قال له خد شنطتك واخرج بره. فراح فان قال له انت ليه بتقول كده؟ فراح المدرب بتاع فان قال له يور براذر يو ريمبر، اخوك انت فاكره؟ ما اخوه اتمسك اتضرب علقه في اول الفيلم وكسر ظهره وبقى مشلول. ففندام غضب جامد، افتكر الموقف وغضب جامد، راح قعد يضرب بكل قوته، قوه شديده جدا، وتحمل الم التدريب لحد ما كسر النخله في الاخر. هي دي الفكره، ان انت ما تيجي تعمل اي حاجه شاقه عليك حاول تفتكر موقف بيضايقك جامد، موقف بيخليك كل ما تفتكره كده بتغضب جامد جدا. الغضب هيديك طاقه تتحمل الالم. دي نقطه. النقطه اللي بعديها وقت وهيعدي. اكتر الحاجات اللي بتصبر الناس على الصوم انك عارف ان انت هتفطر بعد المغرب. والناس دايما في اول فطار اول صيام بيكون ايه يعني مستحمله كده وماشيه، بس بيجوا في اخر اليوم كده خلاص، يعني خصوصا وقت الصيام الطويل بيكون بيعمل كل شويه بيعمل حاجه كده. هي دي اللي انا قصدي عليه، بيقعد يعد وفاضل قد ايه على الفطار، كل شويه يسال السؤال ده، كل شويه يبص في الساعه، فبيستحمل. هي دي الفكره كلها. اما انت تكون حاطط في دماغك ان اي حاجه انت بتدخلها وقت وهيعدي بتلاقي نفسك بتستحمل بتكمل. انما لو حطيت في دماغك بكل بساطه كده ان الموقف اللي انا فيه ده هيستمر للابد، ده اللي فعلا تبقى محنه شديده جدا. من اهم سمات المرضى النفسيين ان بيحط الفكره في دماغه ان اي وضع سيء بيمر بيه هيستمر للابد، فبيكتئب جدا، ما بيقدرش، بيبقى زعلان ومتضايق ومتنرفز. انما لو حط في دماغه ان اي وضع سيء بيمر بيه فتره وهتخلص، بيلاقي نفسه بيستحمل وبيتقبل الوضع ده. خلاص حط في دماغه وقت هيعدي، الحكايه هتخلص. دي نقطه. النقطه الاخيره المشهد السينمائي. كنت قبل كده كنت لمحت اني هتكلم عن المشهد السينمائي. ايه هو المشهد السينمائي؟ انا احكي عن نفسي. انا بعمل صيام متقطع عشان ابقى خاسس. قبل ما اعمل صيام متقطع كان وزني داخل على 90 كيلو، دلوقتي لحد وزني 71 كيلو.
ساعات كتير بيجي لي الفكره ان انا جوع، ان انا اكل من الجوع. بحط دايما في دماغي النتائج السيئه زي ما قلت في الاول، اقول هاكل تاني عشان اتخن تاني واتضايق من نفسي، واقعد قرفان وزعلان، مش قادر البس، مش قادر اطلع السلم. بقعد افكر نفسي بالنتائج السيئه، بكلم نفسي في سر او بكلم نفسي بصوت عالي. فلما بكلم نفسي بالنتائج السيئه دي بتخليني ايه، اللي انا اشيل من دماغي فكره الجوع، واقعد الهي نفسي في اي حاجه، اتفرج على فيلم، اقعد اقرا اي حاجه، انام، اسمع موسيقى. طب ايه حكايه المشهد السينمائي ده؟ انا دايما حاطط في دماغي مشهد بتاع روكي ما بيدخل ضد الراجل السوفيتي في الجزء الرابع، ويجي في اخر الجولات كده بيجيب لك وشه منهك وتعبان قوي، بيقوم وبيكمل، بيقوم يضرب الراجل اللي قدامه. انا برضه بحط نفسي دايما ان انا مكان روكي، وان الراجل الروسي ده هو الجوع، وان انا بقى ادخل له كده ماتش بوكس. احكي قصه تانية. في ثالثه جامعه كان عندي ماده فسيولوجي، كان الماده دي اللي كان في اداب حلوان يعرف، كان في حرب نفسيه بتتعمل على الطلبه، وكنا يعني اللي بينجح في الماده كان بيحمد ربنا وبيبوس ايده وشه وظهره. ماده الفسيولوجي طبعا كان كتاب نزل قبلها ب 10 ايام تقريبا او اسبوعين، كان في حرب نفسيه بتتعمل علينا. الواحد دخل الماده خلاص، انا اصلا يعني دخلت الماده وانا شبه معقد نفسي، عارف ان هسقط. دخلت حليت اول سؤالين، السؤال التالت سبته وما حليتوش، سقطت في الماده. طبعا الماده الوحيده في 4 سنين عدتها بكل بساطه كده. يعني خلصت الحمد لله الجامعه وخلصت السنين دي، دخلت على دبلوم تربوي في جامعه القاهره عشان ايه، اتثبت في التربيه والتعليم. الدبلوم التربوي ده كان برضه في مواد صعبة، كان في مادة اسمها طرق تدريس مواد فلسفية في الترم التاني. المادة دي كانت برضه صعبة جدا وفيها تفاصيل كتير قوي، وكنت قاعد ومتضايق ومتنرفز. قلت انا هسقط، قلت لا مش هسقط تاني، ويحصل اللي يحصل. قلت انا هدخل احل اي حاجة ومش هيحصل اللي حصل لي في الفسيولوجيا ايام الكلية، هكتب اي حاجة في المهم ان انا ايه، كنت اخد القرار ده. كنت عملت ايه بقى؟ كان في فيلم اسمه برام ستوكر دراكولا انتاج 92 بتاع جاري اولدمان وانتوني هوبكنز. كان في اول الفيلم ان دراكولا بيطلع قوم الجيش التركي وبيضربهم. هو في اول الفيلم بيتجوز البنت اللي بيحبها والماشى ايه، وبعدين دخل على معركه حاسس انه هيموت فيها، معركه صعبه جدا ضد الجيش التركي. فبيدخل قدامهم كده، بيدخل بكل قوته يقعد يقتل فيهم. فبرضه قعدت اتخيل الامتحان ده كأن انا دراكولا، والامتحان ده هو الجيش التركي، وداخل بكل قوتي فيه ومش هيهمني يجرى اللي يجرى. قعدت بقى احل، وفعلا لقيت في حاجات صعبه، قعدت الف، قلت مش هسيب حاجه. تذكري اللي حصل لي ايام الجامعه، وان احط نفسي كاني بتخيل نفسي في فيلم، واني بطبق نفس اللي حصل في الفيلم، بيديني قوه جامده. يجي الفكره. المره الجايه ان شاء الله هتكلم عن تقنيات فسيولوجيه في تقليل الشعور بالالم والتحكم في النفس، يبقى عندك إرادة قوية. عن إذنكم.